تخيل معايا كده تكون عيل ضعيف معدوم الفايدة، بس هوبا دروب مرة واحدة تاخد صدفة تنقلك لعالم تاني، تقابلك واحدة تدي لك قوة أسطورية وتقول لك خليك إنسان أناني. هي ما قالتلوش كده بالظبط يا صديقي، ولكن علشان القافية وكده. المهم حكايتنا النهاردة هتكون حاجة كده جامدة ولذيذة، وإن شاء الله يعني هتعجبك يا صديقي. بس قبل ما أدخل لك فيها أنا عاوز أشكرك عزيزي المشاهد، فيعني أنت رافع راسي على طول في كل التحديات اللي أنا بعملها لك، وعلشان كده ضربت في دماغي النهاردة أعمل لك تحدي جديد ما تعرفش تعمله. التحدي بقى إننا نجيب 70,000 لايك في أول يوم، وأكيد يا صديقي الرقم ده مستحيل عليك، ده اللي هو هتعملها إزاي يعني؟ بس أنا قلت لازم أديلك تحدي ما تقدرش عليه، وكل مرة نكسب يعني ولا إيه؟ فيلا كده صلي لي على النبي وحط اللايك التمام، وجاهزين يا وحوش؟ طب يلا بينا نبدأ أم الحكاية. بيبدأ الانمي بتاعنا ببطلنا تاكومي اللي فجأة بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيتحرك بسرعة، مش بيكون فاهم هو رايح على فين، وكل اللي بيبقى فاكره ان في نور غريب ظهر مرة واحدة وجابه لهنا، لكن فجأة بيلاقي نفسه اتنقل لمكان تاني، وبيشوف ساعتها ساحرة اسمها نولين بترحب بيه، بتعرفه ان هو حاليا في عالم ميلدجارد، بس بعدها بتعتذر له لانه المفروض ما كانش يجي لهنا. طبعا الواد ما بيكونش فاهم هي تقصد ايه بالظبط، فبتبدأ تشرح له ان عندهم في العالم ده تعويذة لاستدعاء الابطال، واللي هم من عوالم مختلفة علشان يساعدوهم. اختيار الابطال ده بيكون بشكل عشوائي، بس المرة دي لما الاهداف اتحددت هو ما كانش فيهم، وبسبب خطأ في النظام تم استدعائه معاهم. طبعا الواد مش بيكون شايف اي حد غيره في المكان، فبتشرح له نولين ان الابطال حاليا في مملكة سيدونيا المقدسة، لكن هي اتدخلت وجابته لهنا لانه يعتبر غلطة. بيفهم تاكومي الموضوع وبيطلب منها ترجعه للعالم بتاعه، بس هنا بتعتذر له تاني وبتعرفه انها مش هتقدر ترجعه، يعني خلاص لبست يا معلم. فبيتفاجئ تاكومي في اللحظة ديت كمان لانه اصلا عبارة عن شكل روح من غير جسم، فبتقترح عليه نولين ان هو يفضل في العالم بتاعهم كمقيم مش بطل ويعيش حياة هادية، وعلشان كده هي مش هتبعته لمملكة سيدونيا اللي مليانة مشاكل، وهتبعته لمكان مسالم واهدى بكتير، وكمان هتديله قوة تساعده في الحياة بتاعته هناك. بتطلب منه بعد كده يظهر شاشة الحالة بتاعته، ولما بيستدعيها بيشوف انه مستوى واحد وما عندوش اي مهارات، فبتشرح له بعدها ان في نوعين من المهارات، مهارات القتال ومهارات الانتاج. مهارات القتال خاصة باشخاص زي السياف والساحر والفارس، اما مهارة الانتاج فبتكون خاصة بالحرف اليومية وكمان الكيمياء وطب الاعشاب. فبيختار تاكومي مهنة الانتاج علشان مش عاوز يوجع دماغه بحوار القتال ده. فعلا نولين بتديله اللي هو عاوزه، وبعدها بتبعته للمكان اللي هيعيش فيه واللي هو قارة اسجارد. بينزل بعدها تاكومي في وسط الغابة وبيبص في المية علشان يشوف شكله، بيتفاجئ ان هو بقى شخص مختلف تماما، وبيروح بعدها علشان يشوف اللي معاه في الحقيبة، وبتكون نولين بعتت معاه شوية اكل وفلوس وكمان سلاح يدافع بيه عن نفسه. بيفتح بعدها شاشة الحالة وبيتفاجئ ان بقى عنده مهارات كتيرة جدا، فبيقوم بعدها علشان يجربها، وفعلا بيقدر يستخدم سحر المية والهواء وكمان الحجارة، اما سحر النار فمرضاش يستخدمه علشان ما يحرقش الغابة. بيشوف بعدها جذع شجرة كده وبيقرر يستخدم عليه مهارة الحدادة، وفعلا بيحوله الرمح. بيجرب بعدها كمان مهارة جمع الاعشاب، وبيشوف ان حواليه اعشاب كتيرة مفيدة، بيجمعهم كلهم بس بيكون عددهم كبير ومش عارف ياخدهم في ايه، وبيكتشف في اللحظة ديت ان عنده مهارة صندوق الادوات فبيخزنهم فيها. بيقطع تفكيره بعدها بنت بتجري وهي خايفة وبتستخبى وراه، وبيطلع انها كانت بتهرب من ارنب وحش ضخم وكان عاوز يقتلها. مش بيكون تاكومي عارف يعمل ايه، بس فجأة الارنب بيهجم عليه، فبيستخدم الرمح وبضربة واحدة منه بس بيخلص عليه، وعلشان كده بياخد لقب محارب. وبيستغرب طبعا بطلنا لانه المفروض واخد مهارات الانتاج بس، فبتشكره بعدها البنت بقى وبتعرفه ان اسمها مولي وجايه من قرية قريبة من هنا علشان تجيب شوية اعشاب، بس اتفاجئت بالارنب ده قدامها. بيفرح تاكومي ان في قرية قريبة منه وبيطلب منها يروح معاها، وفعلا بتوافق. على الناحية التانية في مملكة سيدونيا بنروح للابطال اللي تم استدعائهم، وبيكونوا عبارة عن تلاميذ في الثانوية، مش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، فبتجيلهم واحدة هنا لابسة رداء وبترحب بيهم وبتشرح لهم انهم في عالم تاني ومحتاجين قوتهم علشان ينقذوا العالم ده. بتكشف عن وشها وبتعرفهم انها الامبراطورة اليزابيث ملكة مملكة سيدونيا. في الوقت ده واحدة من الابطال واللي اسمها كاني بتكتسب مهارة فريدة واسمها المعرفة، وبتجيلها غريزة ان الست اللي قدامها ديت خطيرة وما ينفعش تثق فيها ابدا. بنرجع بعدها بقى لتاكومي اللي اخيرا وصل للقرية، واهل مولي بيشكروه جدا لما عرف ان هو انقذ بنتهم. لما بيسالوا عنه بقى بيقول لهم ان هو صانع ادويه متجول، وبيطلب منهم يفضل في القريه بتاعتهم لفتره. بيوافقوا طبعا، بس للاسف ما فيش اي نزل فاضي، لكنهم بيقرروا انهم يبنوا له بيت وخلاص. بيروحوا بعدها بقى للمكان اللي هيبنوا فيه البيت، وتاكومي بيستخدم السحر علشان يجهز المكان اللي هيبنوا عليه، بس بعدها بيحس بالضعف مره واحده وبيطلع ان المانا بتاعته تم استنزافها، وعلشان كده بيطلب منه الباقي يستريح وهم يكملوا الشغل بداله. وفعلا بعد فتره بيته بيكون كامل، وبفضل
قوته قدر يعمل اساس حلو. بيفتح بعدها شاشة الحالة وبيكتشف انه يقدر يغير الوظيفة بتاعته كمان ويحولها لكيميائي لانه بيحبها جدا وبيحب يجرب قوته. وكان جمع شوية معادن خام، بيبدا انه يعيد تشكيلهم وبيحولهم لسبائك. وبعد شوية بتجيله مولي علشان تجيب له العشاء، بس بتتفاجئ لما بتشوف انه راقد على الارض من التعب، وعلشان كده ابوها وامها بيقعدوا يلوموه لانه بيجهد نفسه في الشغل، وكل ما بيكون شغال بيلاقيهم قاعدين وراه حارسينه. بعد فترة بقى بنشوفه مع والد مولي وبيطلب منه يجيب له جرعة سحرية، وده لانه عاوز يصنع جرعة باستخدام الاعشاب اللي جابها، وعايز يعني يقارن ما بين الاتنين. وفعلا في نفس اليوم بيروح علشان يجهز الجرعة، بس بيلاحظ ان لون الجرعة اللي عملها مختلف عن التانية. بنشوفه بعدها بقى في الغابة بياكل واحدة من الاعشاب السامة وبتكون قوية جدا، بس هو بيلحق يعالج نفسه. وبنعرف ان هو بيعمل كده علشان يكتسب مهارة مقاومة السموم. بس المشكلة الاكبر بتظهر بعد كده لما بيلاقي وراه خنزير بري ضخم. الخنزير بيحاول يهجم عليه، تاكومي بيخاف وبيهجم بالرمح بتاعه لكنه بيتكسر تماما. بيحاول بعدها يهجم باي تعويذة تانية بس ولا واحدة منهم بتأثر عليه. في اللحظة ديت بيلاحظ وراه عنكبوت ضخم بس مجروح، وفي لحظة انتباهه بيتشتت والخنزير بيهجم. العجيب بقى ان العنكبوت بينط على وش الخنزير وبيحمي تاكومي، لكن ده مش بيوقف الخنزير وبيرجع تاني للهجوم. وفي اللحظة ديت بطلنا بتجيله فكرة، بيستخدم مهارة التفكيك وبيقدر بيها يخلص عليه تماما. بيروح بعدها للعنكبوت اللي ساعده وبيشوف ان عنده رجل مقطوعة ومجهد جدا خلاص بيموت، فبيستخدم عليه تعويذة الشفاء علشان يعالجه. ولما بيعمل كده بيكتسب مهارة الترويض، وبيتفاجئ ان هو ممكن يخلي العنكبوت ده حيوانه الاليف. بيعرف كمان انها انثى فبيديلها اسم كاري، ونتيجة لكده رجلها اللي كانت مقطوعة بترجع من تاني وكمان بتتطور وحجمها بيكبر. بياخد بعدها بقى جثة الخنزير وبيرجع بيها للقرية، واللي بيتفاجئوا جدا ان هو قدر يصطاد وحش زي ده، وكمان قدر يروض عنكبوت ضخم لان المعروف ان الحشرات مش بتتروض. المهم وبخصوص المناسبة السعيدة ديت بيقرروا يعملوا احتفال، وبالليل والد مولي بيقترح على تاكومي ان هو ياخد جلد الخنزير والقرون بتاعته ويروح يبيعهم في المدينة، واقرب مدينة ليهم بيكون اسمها بولتان. وبنشوف ان في نفس الوقت ده نولين كانت بتراقب كل اللي بيحصل وفرحانة بانجازات تاكومي. ساعتها بتيجي واحدة وبتسألها ايه هدفها بالظبط من ارسال تاكومي بجسم وقوة مميزين، وكمان بعتته للماضي قبل سنة من استدعاء الابطال، فبترد عليها ان مفيش هدف محدد في دماغها. تاني يوم بيصحى تاكومي من النوم وبيتفاجئ ان كايري لفاه بالخيوط بتاعتها، وبيطلع انها عملت كده علشان متضايقه منه لانه مش بيلعب معاها. بنشوف بعدها اهل القريه قدروا يصنعوا ملابس جميله من خيوط كايري، وبتروح واحده وبتطلب منها تنتج لها خيوط اكتر علشان تعمل لها ملابس اكتر. تاكومي بيكون متوقع انها مش هتفهمهم، بس بيتفاجئ لما بيلاقيها فهمت الكلام وبتطلع لهم الخيوط اللي هم عايزينها. بنشوف بعدها تاكومي اللي راح للحداد بوبو اللي صنع له درع علشان يحميه لو خرج للغابه. بعد كده بيجي بعدها ابو مولي وبيتكلموا معاه وبينصحوا ان هو يخرج للمدينه اللي هو عاوز يزود الانتاج بتاعه لان الموارد في القريه قليله. وبيعرفوه كمان ان في تاجر جاي من مدينه بولتان بعد اسبوع وهيخلوه يروح معاه لهناك. بيسيبهم بعدها وبيخرج يقابل مرسم ومولي، وبيكون معاها لحمه ارانب فاسده كده كانت رايحه ترميها، فبيقرر هنا تاكومي يستخدم سحر التطهير عليها وبيرجعها صالحه للاكل من تاني. مرسى بقى بتتفاجئ من مهاره التطهير اللي عنده، وبتعرف ان اي حد عنده المهاره ديت بيقدر يكسب بيها فلوس كتير، وبتنصحه كمان ما يعرفش اي حد عليها لما يروح المدينه علشان ما يستغلهوش. المهم بتعدي بعدها فتره وتاكومي بيقرر يبني سور حوالين القريه علشان يحميها في غيابه. وبعد اسبوع بيوصل التاجر بابك اللي بيتفاجئ من الصوره اول لما بيشوفه. بيدخل بعدها لسكان القريه وتاكومي بيجي وبيتعرف عليه وان ده الشخص اللي المفروض يروح معاه يعني. وقبل ما بيمشوا تاكومي بيطلع جرعه سحريه معاه وبيديها لهم، وبيعرفهم ان هو سايب 100 جرعه من ديت في بيته يقدروا يستخدموها لو احتاجوها. بابك بقى بيمسكها علشان يشوفها وبيتصدم من النقاء بتاعها. بعدها بتجيب له مرسى لبس جديد علشان يلبسه وكانوا عملوه من خيوط كاري، وبياخد تاكومي كايري معاه. وبيجي بعدها وقت الرحيل بيودعهم وبيتحركوا ناحيه الوجهه الجديده مدينه بولتان. وفي الطريق بيقابلوا 3 مغامرين من الرتبه سي وملقبين بناب الاسد، وبيكونوا موجودين مع التاجر بابك علشان يحموه من قطاع الطرق. بعدها التاجر بيكلم تاكومي وبيطلب يعمل معاه صفقه، والصفقه بتكون عباره ان تاكومي يعمل له جرعات سحريه زي اللي شافها في القريه وهو هيشتريها منه. ولكن مره واحده العربيه بتقف في الطريق وبيطلع ان في وحوش قدامهم وبيكونوا عباره عن عفاريت. ساعتها بينزل المغامرين ال3 وبيخلصوا عليهم بسرعه، وبعدها بيشرحوهم وبياخدوا الاحجار السحريه بتاعتهم. بيتحركوا بعدين من غير مشاكل، وبعد 3 ايام بيوصلوا اخيرا لمدينه بولتان. بيتفاجئ تاكومي من حجم المدينه والزحمه اللي فيها، وبيروح بعدها يسجل اسمه في النقابه علشان يقدر يقعد هنا. ولما بيخلص بيروح يقابل التاجر بابت من تاني وبيعرض عليه واحده من جرعاته السحريه، وللمره الثانيه بابت بينبهر بنقاء وجوده الجرعه اللي في ايده. بعدها بيعرض السعر اللي هيشتري بيه الجرعه ديت، وبيتفاجئ تاكومي انه سعرها غالي جدا، وكمان التاجر بيعرض عليه ان هو يوفر له مكان علشان يقدر فيه
يصنع الجرعات السحريه براحته. بيؤمر بعدها الخادم ياخد تاكومي لسكنه الجديد، وبطلنا بيتفاجئ لانه هيسكن في بيت كبير جدا وبسعر رخيص. المهم ان هو بيلاقي ورشه جنب البيت، وديت حاجه كويسه هتساعده في شغله. وبنشوفه بعدها وهو ماشي مع الخادم في المدينه وبيشم ريحه وحشه، فبيعرفوا الخادم ان ده بسبب الصرف الخربان، لان النبلاء هنا بيستخدموا سحر التطهير على بيوتهم بس، ومش بيهتموا بباقي المدينه، وده اللي وصلهم للمرحله ديت. تاكومي ساعتها بتجيله فكره، ولما بيروح للبيت بيبدا يدور على حل للمشكله ديت، وبيوصل لفكره ان هو يصنع مرحاض للحمام، وفعلا بيبدا في صناعته باستخدام السحر وبينجح يعمله، بس المانه بتاعته بيتم استهلاكها بشكل كبير. فبيروح بعدها يركب المرحاض في البيت الجديد وبيكون فرحان جدا، بس بيقطع فرحته ديت ان هو بيسمع صوت صراخ بابت جاي من بره. بيروح يشوف ايه اللي بيحصل، وبيتصدم ان كايري ربطها بالخيوط بتاعتها. بيحرره وبيقعد يعتذر له بعدها عن اللي حصل، بس بابت بيقول له عادي مفيش مشكله. بيطلب بعدها يدخل الحمام، وبيتفاجئ لما بيشوف المرحاض اللي تاكومي صنعه. بيشرح له تاكومي طريقه عمله، وبيفهم ان هو حط فيه قطعه سحريه بسحر التطهير، ودي هتمنع الريحه القذره اللي بتطلع. فبينبهر بابت من الفكره، وبيطلب منه يعمله 100 قطعه علشان يبيعها. طبعا تاكومي بيتصدم من العدد اللي المفروض يعمله، وكمان في نفس الوقت بتجيله رساله من النقابه ان هو لازم يعمل مهمه في خلال شهر، والا اسمه هيتحذر منها، وكده المهام بتزيد عليه اكتر واكتر. وعلشان كده بابت بيقترح عليه ان هو يشتري عبد يساعده في المهام بتاعته. وايوه في العالم ده تجاره العبيد بتكون مشروعه. وبياخدوا بابت في نفس اليوم وبيروحوا لشركة بيع عبيد علشان يختار حد، وهناك بيشوف تاكومي واحدة من عرق الإلف جميلة جدا بس لسانها طويل حبتين. بنشوفه بعدها بقى مع بابت دخلوا يقابلوا مديرة المكان، ولما بيعرفها التاجر على حالة تاكومي بتبدأ تشرح له ان العبيد اللي عندهم هم من أعلى جودة وهتديهم له، بس بشرط ان هو يعملهم كويس ويهتم بيهم. وبتقول له بعدها ان في نوعين من العبيد، النوع الأول اللي هيساعده في الأعمال المنزلية وغالبا دول بيكونوا أيتام من غير أهل، أما النوع الثاني فهو النوع المحارب واللي هيساعده في مهام النقابة والقتال، ودول بيكونوا أسرى حرب. بيشوف بعدها تاكومي الشروط وبيعرف انها مناسبة جدا ليه، بس بيبلغ صاحبة المكان ان هو عايز عبدة واحدة تساعده في شغل البيت، ومهام النقابة هو يهتم بيها بنفسه، بس يفضل ان اللي هتيجي يكون عندها مهارة قتالية ولو قليلة، بس هي بترشح له ان هو محتاج 2 ويكون افضل. بتنادي بعدها على واحدة وبنعرف ان اسمها ماريا، وبتعرف تاكومي انها شاطرة جدا في شغل البيت. بيلاحظ بطلنا انها صغيرة، وبيعرف ان البيت ممكن يكون كبير عليها، بس هي بتوعده انها تكون قد المسؤولية. بتتكلم المديرة وبتعتذر لتاكومي لان ما عندهاش حاليا اي حد ممكن يساعده في موضوع القتال. ساعتها بتتكلم ماريا وبتقول للمديرة انها نسيت صوفيا واكيد هي هتساعده، بس المديرة بترد عليها ان صوفيا مصابة ومش هتكون بالمستوى المطلوب. بس في اللحظة ديت بتشتغل عند تاكومي مهارة الحدس، وبيحس ان هو لازم يشوف صوفيا، وبيطلب من المديرة انهم يروحوا لها، وفعلا بتوافق المديرة على طلبه وبتاخده لأوضة صوفيا، وبيطلع انها نفس الالف اللي شافها في الحديقة. بتحكي له بعدها انها اتأثرت من 5 سنين في الحرب وعندها شوية اصابات زي ان دراعها الشمال مشلول وقوتها السحرية مختومة. ساعتها بيطلب من المديرة ان هو يفضل مع صوفيا لوحده، وبيقرب منها علشان يشوف الاحصائيات بتاعتها. بيكتشف انها قوية جدا بس في لعنة منعها تستخدم قوتها السحرية، وكمان هي السبب في الامراض اللي عندها. وهنا بيقرر خلاص ان هو ياخدها لان مع تطور سحر الشفاء بتاعه ممكن يعالجها. وبعدها بيطلب من المديرة تنفذ العقد، وفعلا بتعمل تعويذة سحرية بتربط تاكومي بماري وصوفيا. بياخدهم بعدها وبيروحوا البيت، وبيتفاجئوا بكاري اللي بتنط على تاكومي اول لما بتشوفه. بيكون البنات خايفين منها بس هو بيطمنهم انها طيبة جدا. بيدخلوا بعدها لجوه الاوض وبياخد كل واحدة لأوضتها، وكمان في نفس اليوم بيلاقوا تاكومي يعمل لهم العشاء، وبتزعل ماريا لانها المفروض هي اللي كانت تطبخ، بس تاكومي بيهديها وبيعرفها ان ده بس علشان اول يوم وهو يرحب بيهم وكده. بيقعدوا بعدها كلهم علشان ياكلوا، وبيتصدموا للمرة التانية ان هو بيخليهم يقعدوا معاه على نفس الترابيزة. بيروح التاجر بعدها تاني يوم لتاكومي واللي بيكون مجهز له طرد هو طلبه منه. وفي نفس الوقت بنروح احنا بقى للمستقبل، وبنشوف بعدها مملكة سيدونيا بعد سنة من دلوقتي. في شخص كده قاعد على عرشه قدامه اليزابيث وشخص كمان، وبيعرفونا حاليا الابطال اللي استدعوهم بيتدربوا علشان يزودوا قوتهم، وبعد ما كانوا مترددين في البداية دلوقتي حالتهم استقرت. وبنروح احنا بقى لمكان تدريب الابطال، واتنين منهم بيتقاتلوا بالسيف، بس البنت اللي اسمها كاني مش بترضى تتدرب بحجة انها يعني مش بتحب العنف. وبتيجي اليزابيث وبتحاول تقنعها ان ده مش عنف وهدفهم هو حماية العالم بتاعهم، بس هي لحد دلوقتي مقلقة منها ومش واثقة فيها. بنرجع بعد كده بقى لتاكومي اللي بيرجع للبيت وبيتكعبل في كاري، والطرد اللي اخده من بابت بيقع منه. بتحاول صوفيا تساعده بس هو بسرعة بيحط الطرد في صندوق الادوات علشان ما تعرفش ايه اللي جواه. ومن ساعتها وهي شاكة ان هو عاوز يعمل حاجة، فبتراقبه وهو شغال في الورشة، وبتتفاجئ لما بتلاقيه ماسك سكينة وبيعور نفسه. بتدخل عليه في اللحظة ديت وهي متعصبة لانه شكت انه عاوز يقتلهم، بس بعدها بيغمى عليها فبيستغل الفرصة وبيبدأ يعالج ايديها اللي مش بتتحرك، وعلشان كده مستوى سحره بيتطور. بياخدها بعدها لأوضتها وبيقرر يعزز سحر الشفاء
الشفاء بسحر النور بتاعه، وبيبدا يكسر اللعنه اللي محطوطه عليها. فعلا بينجح وصوفيا بتتعالج، وكمان ودانها اللي كانت مقطوعه بترجع طبيعيه. بعد شويه بقى بتفوق صوفيا، ولما بتلاقي ماريا قدامها بتحذرها من تاكومي لانه ناوي يأذيها، بس ماريا بتطمنها وبتفهمها اللي حصل. بتجيب لها مرايه علشان تتاكد ان تاكومي كمان عالج جراحها. ساعتها البنت بتعرف غلطها وبتنزل تعتذر له، وبيعرف انها كانت فاهمه الموضوع غلط، فبيشرح لها ان هو كان بس بيحاول يستخدم سحر الشفاء. ساعتها صوفيا بتقسم له بالولاء وانها مستعده تضحي بحياتها في سبيل الدفاع عنه. في نفس الوقت ده بتكون نورين بتتفرج عليه ومبسوطه من الصداقات اللي عمال يكتسبها. تاني يوم بنشوف تاكومي قاعد في المكتبة بيقرأ كتب عن الكيمياء، وبيكتشف انه قادر يفسر بسهولة اللي شايفه، وده بسبب مساعدة نورين ليه. بيروح بعدها البيت وبيفطر مع باقي الشباب، ولما بيخلصوا فطار بيروحوا يكملوا في صناعة مراحيض الحمام، وبتكون الكمية المطلوبة يخلصوها كبيرة جدا لأن الطلب عليها عمال بيزيد. فبيقرر بعدها تاكومي يروح للغابة شوية، وكان ناوي ياخد صوفيا معاه علشان لو ظهر وحوش خطيرة تحميه، وده طبعا بيخلي ماري تزعل لأنها مش عايزة تقعد في البيت لوحدها، بس هو مش بيكون عاوز ياخدها علشان خايف عليها، ولكن بيفتكر في اللحظه ديت ان هو ما فحصش المهارات بتاعتها، علشان كده بيفحص احصائياتها وبيلاقي انها مش وحشه وتقدر تدافع عن نفسها كمان. فبتقرر صوفيا انها تدرب ماريا علشان مستواها يتحسن اكتر واكتر، بس قبلها بياخدهم تاكومي من الورشه وبيسالهم على نوع الاسلحه اللي عاوزينها، وبيبدا يصنع على حسب مهارات كل واحده. وفي الاثناء ديت صوفيا بتدرب ماريا على استخدام الاسلحه، اما تاكومي فبيبدا يصنع اسلحه كتير وعلشان كده المانا بتاعته بتخلص. بس بعد ده كله بيكون مبسوط لانه قدر يصنع اسلحه قويه وكمان اضاف ليها تعويذ، وده علشان تبقى اقوى. لكنه مش بيكتفي بالاسلحه بس، وبيقرر يعمل لهم دروع تحميهم، وبيكونوا مبسوطين بجدا. بعدها بيدي كل واحده خاتم مشبع بالمانا علشان يقدروا يستخدموا السحر. بياخدهم بعدها وبيروحوا للنقابه علشان يعملوا اول مهمه ليهم، ولسه بقى كانوا بيشوفوا المهمات علشان يختاروا واحده مناسبه. بيجي شويه مغامرين متنمرين وبيحاولوا يتحرشوا بماريا وصوفيا، لكن تاكومي مش بيسمح لهم وبيدافع عنهم، ومن جواه بيبقى مرعوب لان الشخص اللي قدامه ضخم جدا، وطبعا تصرفه ده بيستفز المغامر اللي قدامه وبيهجم عليه. لكن في اللحظه الاخيره تاكومي بيستخدم مهاره تحويل الجسد وبيخلي جسمه زي الفولاذ بالظبط، وعلشان كده المغامر ايده بتتكسر لما بيضربه. وفي الوقت ده بيجي رئيس النقابه وبيعلن ان القتال جوه النقابه ممنوع، ولما بيشوف اللي حصل كان ناوي يعاقب تاكومي، لكن موظف النقابه بيجي وبيشرح للرئيس ان هو شاف كل اللي حصل وان تاكومي ما كانش غلطان. فبيقعدوا بعدها كلهم والرئيس بيفهم اللي حصل وبيقول لبطلنا انت شكلك قوي، بس لازم علشان احدد لك رتبتك تكون خلصت مهمه واحده على الاقل. وفعلا بياخدوا المهمه بتاعتهم وبيتحركوا للغابه علشان ينفذوها، واول حاجه بيقابلوها بتكون مجموعه من العفاريت، بس بيخلصوا عليهم بسهوله. بنشوف بعدها كاري بتعرف تاكومي انها في مرحله التطور، فبيفتح لها بوابه زمنيه علشان تاخد وقتها. بيتحركوا بعدها بقى لحد لما بيوصلوا لعش العفاريت، وبيكون تاكومي خايف من العدد الكبير اللي قدامهم، وبيسال صوفيا عن الطريقه اللي هيقتلوا بيها العدد ده كله، فبتقترح عليه انهم يستخدموا السحر لان مفيش بشر قريبين في المكان. وفعلا بيستخدموا كلهم الخواتم اللي تاكومي عملها وبيخلصوا على عدد كبير منهم في ثواني، بس بيتفاجئوا بعدها برئيس العفاريت اللي ظهر وباين عليه ان هو قوي جدا. تاكومي بيكون خايف وبيلاقيه بيهجم عليه وبيقدر بصعوبه يصد ضرباته، لكن طول القتال مستواه عمال يزيد وقدر في الاخر يخلص عليه باستخدام سحر النار. بيرجعوا بعدها بقى للنقابه وهم تعبانين، بس بيكونوا قدروا يجمعوا احجار كتيره جدا لدرجه ان رئيس النقابه لما بيشوفها مش بيكون مصدق انهم خلصوا على العدد ده كله في يوم واحد، وكمان في اول مهمه ليهم. علشان كده بيقرر يرفع رتبه الثلاثه مره واحده. والمفاجاه الكبيره ان تطور كاري اكتمل وبقت دلوقتي نص بشريه ونص عنكبوت، وكمان عندها الوعي انها تتواصل مع باقي البشر مش تاكومي بس. وبتكون ماريا اكتر واحده فرحانه لانها اخيرا بقت قادره تتكلم معاها. بيرجعوا بعدها البيت وتاكومي بيكون قاعد في الورشه، وبتيجي كاري تبلغه بان التاجر وصل. بيروحوا يشوفوا بيكون مغمى عليه من الخوف لما شاف شكل كاري، بس بعدها بيرجع لوعيه وبيبلغ تاكومي ان حاكم المدينه بنفسه عايز يشوفه. فبيتصدم تاكومي وبيساله عن السبب، فبيعرفوا ان هو بسبب سحر التطهير بتاعه والمراحيض اللي عملها. وفعلا تاكومي ما بيقدرش يرفض المقابله وبيروح فورا لقصر الحاكم اللي بيشكره جدا على انجازاته والمراحيض اللي عملها واللي بسببها قل انتشار الامراض جدا. وبيعرفوا انه من هنا ورايح مدينه دولتان هتدعمه بكل اللي هو عاوزه، وبعدها بيحذروا انه ممكن دوله تانية تستهدفه وخاصه مملكه سيدونيا.
المهم بتعدي فتره وبنشوفه بعدها حول من صناعه المراحيض لصناعه الثلاجات. البنات بيستغربوا من اللي هم شايفينه لانهم اول مره يشوفوا حاجه زي ديت، ولما بيجربوها بيحسوا بنسمه هواء بارده منها، فبيعرفهم تاكم ان الاداه ديت هتقدر تحفظ الاكل لفترات طويله، وبيكون استخدم في صناعتها الحديد والنحاس والكروم، ودمجهم مع بعض واضاف معاهم سحر الجليد علشان التبريد. وبيقرر ان هو ياخد عينات منها لبابك علشان يبيع له ويكسب من وراه فلوس. بس بعدها بتعرف صوفيا وماريا ان هو يطور الاسلحه والدروع بتاعتهم ويزود في قوتها، وده علشان المهمات بتاعتهم تزيد، ولكن في البدايه هو عاوز مواد معينه يستخدمها علشان يضمن القوه بتاعتها. علشان كده بيروح يسال الموظف في النقابه عن المواد اللي هو محتاجها، لكن بيعرفه ان هو للاسف مفيش ولا حداد في مدينه بولتان عنده المواد اللي هو عاوزها دي، وبينصحه بما انه كيميائي انه هيقدر ياخد المواد ديت عن طريق التعدين. وفي مدينه اسمها هوراس في شمال مملكه باركولا موجود فيها منجم تعدين في المواد اللي هو محتاجها، لكن بيكون في شرط لدخول المنجم ده، وهو انك لازم تكون عضو في نقابه الحدادين. وبيطمنه وبيقول له ان في طريقه تانية هو ممكن يدخل المنجم بيها، وده بصفته مغامر يحارب الوحوش اللي جواه ويحمي الحدادين. بيحس تاكومي انها فكره كويسه وبيقرر يروح لهناك، بس بعدها بيتفاجئ برئيس النقابه بيقول له انا محتاجك في مهمه تانية، وبيعرفه ان في ناقص في خشب معين اسمه الترنت لكنه موجود في الطريق لهوراس، علشان كده عايزه يجيب كميه وهو في طريقه. وكمان في حداد هيسافر هناك وطلب حراسه، فتاكومي وفريقه هيحرسوه لحد لما يوصل، وبيوعده ان هو لو خلص المهمات ديت هيكافئه، هيزود الرتبه بتاعته هو وباقي الفريق. وفعلا بيوافق تاكومي وبيقبل بالمهمات، وهم بيتكلموا بيدخل عليهم المغامر رايل اللي كان في فريق ناب الاسد اللي كانوا بيحرسوا التاجر بابك قبل كده. ولما تاكومي بيعرف ان هو يقضي الليله في المدينه وبكره يرجع لفريقه، بيعرض عليه ان هو يبات النهارده في بيته، فبيوافق رايل وبيشكره على الاستضافه ديت. وقبل ما يروحوا للبيت بيروحوا للتاجر بابك، وده علشان تاكومي يوري له الثلاجه اللي هو صنعها، وبيكون التاجر مبهور بيها جدا وبيطلب منه يعمل له واحده كمان علشان يعرضها على الملك. وبنشوف في الوقت ده ان صوفيا قلقانه جدا على تاكومي لانه لسه ما رجعش البيت لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت ده بيكون تاكومي راجع هو ورايل في الطريق، وفجاه بيحس تاكومي ان في حد قوي بيقرب منهم، وفعلا شخص ملثم بيظهر قدامهم. ورايل بيحس بالخطر بس مش بيكون معاه الاسلحه بتاعته، فبياخد تاكومي بسرعه علشان يهربوا، لكن فجاه الملثم ده بيظهر قدامهم تاني وبيطيروا بعيد. وبنتفاجئ انها صوفيا وكانت مفكره ان رايل خطف تاكومي، بس تاكومي بيلحقها بسرعه وبيفهمها ان هو صديقه. بيحلوا سوء التفاهم وبيروحوا البيت وبيقضوا الليله هناك. وتاني يوم بيجي وقت الرحله وبيقابلوا بابك علشان يستلموا منه العربيه، وبيعرفهم على الشخص اللي المفروض هيحموه واللي هو الحداد دوجا. وفعلا بيركبوا كلهم وبيبداوا رحلتهم لمدينه هوراس. وفي نفس الايام ديت بيجي رئيس النقابه اشعار ان وحوش الغابه بقت اقوى، وبيكون قلقان على تاكومي واللي معاه لانهم هيعدوا على الغابه ديت. بنشوف بعدها بابك قاعد مع مبعوث من العاصمه الملكيه وبيعرفه ان الملك سمع بموضوع سحر التطهير ومبسوط بيه جدا، ناوي يدخل الفكره ديت للعاصمه. بابك بيكون مبسوط جدا من الاخبار ديت، بس المبعوث بيقول له انا خايف لان الموضوع شكله وصل لاكتر من كده، وان مملكه سيدونيا سمعت به هي كمان وممكن تحط عينيها عليه. بنرجع بعدها لتاكومي واللي بيوصل لغابه اشجار الترنت، وبيخلي دوجا في العربيه وبيحط حواليها تعويذ الدفاع علشان لو الوحوش هجمت. بيدخل بعدها للغابه هو والباقي، وصوفيا بتعرفهم ان الترنت تعتبر اشجار حيه بس بتتنكر كانها اشجار عاديه، ولو استخدموا السحر يقدروا يفرقوها عن الباقي. وفعلا بطلنا بيحس بمكان واحده وبيهجم عليها وبينجح بصعوبه ان هو يقطعها، بس بعدين بيتفاجئوا انهم محاصرين بعدد كبير من الاشجار. بيستخدموا السحر وبينجحوا يخلصوا عليهم كلهم، ولما بيخلصوا بيرجعوا يكملوا رحلتهم لهوراس وبيوصلوا اخيرا. وعلى طول بيروحوا للنقابه هناك وبيقرروا ياخدوا مهمه حراسه المنجم علشان يقدروا يدخلوه. واول ما بيوصلوا بيبداوا ينقبوا عن الاحجار اللي هم محتاجينها، ولحسن الحظ بيلاقوها بسرعه. بعدها كايري بتحذر تاكومي ان في حاجه بتقرب، وبيطلع ان هو واحد من وحوش الخلد. تاكومي بيستخدم تعويذه نور فبيضعفه جدا، وبعدها بيخلصوا عليه بسهوله. اخيرا بيجمعوا كل الاحجار اللي محتاجينها، وبيرجع تاكومي وبيبدا يشكل الدروع والاسلحه اللي هم عاوزينها، وبيروح يديها لماريا وصوفيا وبيكونوا مبهورين بقوتها، وبيعرفهم ان هو اضاف ليها مميزات مناسبه لطريقتهم في القتال، وكمان عامل لنفسه بدله سحريه بتزود سرعته جدا بس مش بيكون قادر يتحكم فيها. ونولين بقى في الوقت ده كانت بتراقب اللي بيحصل كله، بس بعدها بيبان انها قلقانه لما بتشوف الابطال اللي تم استدعائهم وسيوفهم ملطخه بالدماء. وبنشوف ان بعد سنه من دلوقتي الابطال بيكونوا خلصوا تدريبهم، كانوا واقفين قدام الملك بتاعهم وخلاص ناويين يخرجوا في اول مهمه ليهم. وبالمناسبه اساميهم بتكون اكيرا وياماتو. الملك بيشجعهم وبيقول لهم انه معتمد عليهم في رفع مكانه المملكه. وبنشوف بعدها ملك مملكه باركولا اللي مدينه بولتان تبعها بيجي له رساله من مملكه سيدونيا، بيتعصب جدا اول لما بيقرا محتوى الرساله، والرساله بتكون بخصوص سحر التطهير. وبنفهم بعدها سبب غضبه لما بنشوف مبعوث الكنيسه الخاصه بمملكه سيدونيا جاي قبله وبيطلب من الملك ان هو يسلمه الشخص اللي بيستخدم سحر التطهير، لان السحر ده معروف ان هو خاص بالكنيسه بتاعتهم.
عليهم، بس الملك بيرفض تماما وكمان بيرفض يسلموا اي معلومات عنه. وهنا المبعوث بيتعصب وبيهدد الملك، بيهدده انه هيسحب كل السحرة التابعين للكنيسة بتاعتهم من مملكة باركولا. بس الملك مش بيهتم وبيقول له اعمل اللي انت عايزه. وفي تاني يوم بنشوف بابك جاي يبلغ تاكومي بكل اللي حصل، وبيعرفوا بعدها ان الملك شاف عينات من المراحيض والثلاجات اللي هو بيعملها. طلب يقابله، وفعلا بطلنا بيوافق. بيروح يبلغ صوفيا وماريا انهم هيروحوا للعاصمة بعد اسبوع، وطول المدة ديت هو هيجهز كل حاجة هم محتاجينها للرحلة. تاني يوم بيطلب يقابل نولين، وفعلا بتستدعيه لمكانها. بيكون عايز يعرف منها معلومات عن مملكة سيدونيا، بس هي بترفض تجاوبه بحجة انه هيعرف مع الوقت. وبيسألها بعدها عن الابطال وايه احوالهم دلوقتي، فهنا بتعترف له انها لعبت في الزمن وخلته يوصل قبلهم بسنة. بيتصدم جدا لان ده معناه انهم لسه ما وصلوش، ولما بيسألها عن السبب فبترد عليه بنفس الاجابة وانه هيعرف مع الوقت. لما بيرجع بيكون مستغرب رفضها تجاوبه، بس مش بيهتم قوي. بيرجع بعدها لصوفيا وماريا وبيسلمهم لبس جديد فيه خصائص سحرية علشان تحميهم من العاصمة. وبيكتشفوا بعدها ان تاكومي قرر يصنع عربية بنفسه بدل ما كل شوية يأجر واحدة، بس المشكلة انه مفيش حصان، فبيفكر يأجر واحد من النقابة. وهنا ماريا بتتدخل وبتعرفه ان في احصنة قوية جدا في الغابة اسمها احصنة التنانين. بيعجب تاكومي بالفكرة وعلشان كده بيروحوا الغابة علشان يصطادوا واحد، وماريا بتشرح له ان الاحصنة ديت اقوى من الاحصنة العادية وكمان شكلها مختلف، علشان كده سموها احصنة التنانين. بيتفاجئوا بعدها بديب بيخرج من الشجر، بس الغريب ان هو بيعدي من جنبهم من غير ما يهجم عليهم. فبيقول لهم تاكومي ان ده تأثير اللبس الجديد وانه في خاصية تمويه، بس صوفيا بتكون عايزة تقاتل فبتقلعه. وبيواجهوا بعدها شوية وحوش وبيخلصوا عليهم. وكمان تاكومي بيلاقي شجرة ترنت ميتة فبيقرر ياخدها علشان تكون خشب للعربية. بتكون كايري بقى متحمسة للحصان فبتسبقهم، وبالصدفة بتحس بحاجة قريبة منها، وبيطلع ان هو حصان مصاب ومش قادر يتحرك. وبتحاول تقرب منه علشان تساعده بس هو بيدافع عن نفسه لانه فاكرها عدو. وبتبعد كايري في اخر لحظة قبل ما هجومه يصيبها. وبتكتشف كايري بعدها ان في 2 من النمل الوحشي هم اللي صابوه. بتستخدم الخيوط بتاعتها وبتخلص عليهم، وبتكون عايزة تنادي على تاكومي بس بتتفاجئ باعداد كبيرة جدا من النمل حواليهم، فبتحوط نفسها هي والحصان بدرع من الخيوط. وبتندى على تاكومي بأعلى صوتها لان النمل بدأ يقطع في الدرع، بس ما حدش بيرد وبتحس بالخوف جدا. وفي الاخر النمل بيخترق الدرع وخلاص كانت فاقدة الامل. قالت انا كده هموت، لكن قبل ما يهجموا عليها بيوصل تاكومي والباقي وبينقذوهم. بتفرح البنت جدا لما بتشوفه وبتعرفه انها كانت بتحاول تنقذ الحصان الجريح. تاكومي بقى بيروح علشان يعالجه، بس الحصان بيرفض حتى وهو فاقد الوعي. وبيحسوا بعدها ان في وحوش بتقرب من المكان ولو فضلوا هنا هيبقى خطر عليهم، علشان كده تاكومي بيحط الحصان وكاري في الفراغ البعدي بتاعه. وصوفيا بتحذره لانه لو عمل كده من غير عقد ما بينه وما بين الحصان هيستهلك طاقته بشكل كبير. وفعلا بطلنا بيحس بتعب مفاجئ، بس بيطمنها انه هياخد جرعه علاجيه وهيبقى كويس، لكن مش بيقدر يستحمل وبيفقد الوعي. علشان كده بياخدوه بسرعه على البيت وبيفضل فاقد الوعي لفتره طويله. وده لانه طول ما كاري والحصان جوه الفراغ هيفضلوا يستهلكوا من طاقته وهو فاقد الوعي ومش هيقدر يستدعيهم. وعلشان كده صوفيا كانت قلقانه جدا عليه وبتقرر تتدخل قبل ما يتاذى. بتمسك ايده وبتستخدم سحرها وبتحاول تتواصل مع كاري اللي في الفراغ مع الحصان، ولحسن الحظ بتنجح توصل لها وبتفهمها الوضع وانها لازم تخرج هي والحصان. كايري بتوعدها انها تحاول لان الحصان متوتر وخايف من المكان. وبتيجي لصوفيا فكره بقى وبتطلب من كاري تعمل درع زي اللي عملته قبل كده علشان تهدي الحصان. وفعلا بتعمل كده وبينجحوا في الخروج هما الاثنين. بس لحد دلوقتي تاكومي لسه ما فاقش، فبتفضل صوفيا جنبه طول الليل لحد ما اخيرا بيصحى وبيلاقيها نايمه جنبه من التعب، وبيعرف انهم فضلوا جنبه لحد ما فاق. بيشكرهم على مساعدتهم وبعدها بيخرج. وكاري بتنادي عليه علشان يشوف الحصان، واللي بيطلع في الاخر انها انثى وقبلت اخيرا ان تاكومي يساعدها. بيبدا يستخدم سحر الترويض وبتقبل ان هو يبقى السيد الجديد بتاعها. وبعدين بيستخدم تعويذه شفاء مستواها عالي وبتشفي كل جروحها. بيخرجوا بعدين من درع كاري وبيكون الكل منبهر بجمال الحصان. وبتقترح كاري انه يديها اسم فبيسميها كاميليا، والاسم طبعا بيعجبها جدا. وبيكون الكل فرحان بصديقتهم الجديده. وماريا بعدها بتقرر تعمل وليمه علشان ترحب بيها. بينتقل بينا المشهد للعاصمه وبنشوف واحده من شركات العبيد وفيها بنت اسمها ريفا. بتكون بتعرض نفسها على سيدها الجديد، بس هو بيسالها اذا كانت بتقدر تستخدم التعويذات السحريه، فبترد عليه انها حاليا بتتعلم وقريب هتقدر تستخدمها كويس. بس الراجل بيكون عايز مساعد بيعرف يستخدم التعويذات، وعلشان كده بيرفض ان هو ياخدها وبيمشي. ريفا بقى بتزعل جدا علشان كده المدير بتاعها بيواسيها، ولكن بعدها بتروح اوضتها وهي زعلانه. وبنكتشف ان عندها اخ اصغر بس هي سابته مع امها علشان تدور على شغل وتصرف عليهم. وبنرجع بعدها لتاكومي اللي حاليا شغال على العربيه الجديده. وتاني يوم بيقرر يروح يطلب مساعده الحداد دوجا علشان يعمل حدوه لكاميليا، بس قبلها بيروح يسجل كاميليا كوحش مرافق ليه في النقابه. وبيتفاجئ الكل لما بيشوفوها. المهم ان هو بيسجلها وبنشوف بعدها صوفيا وماريا وهم في السوق، وبيكونوا قلقانين ان
تاكومي كان بيتعب نفسه الفتره اللي فاتت وما استريحش خالص. بيروحوا بعدين لورشه دوجا وبيتفاجئوا لما بيلاقوا تاكومي نايم من التعب، وبيطلع ان هو فضل سهران طول الليل علشان يخلص شغله. بتعدي بعدها فتره واخيرا تاكومي بيخلص العربيه بتاعته وبيجهز كاميليا علشان يجربوها، بس ساعتها بتظهر ماريا وصوفيا وبيكونوا متفاجئين من العربيه لانها من جوه بتكون واسعه جدا كانها بيت كامل، وبيكون ده بسبب سحر توسيع المكان اللي تاكومي استخدمه. بيجي بعدها وقت الرحله وبابك بيكون جاي مع ملك مدينه بولتان علشان يتحركوا للعاصمه، وكالعاده التاجر بينبهر اول لما بيشوف العربيه وكان عايز تاكومي يعمل له واحده. حتى حاكم المدينه نفسه بيعجب بيها وبيعرض على تاكومي انه يعمل له واحده مقابل 100 عمله بلاتينيه، وده مبلغ ضخم جدا في العالم بتاعهم. المهم بيركب حاكم المدينه عربيته وبيبداوا يتحركوا ناحيه العاصمه، وهو بيكون قلقان على تاكومي لان شهرته زادت جدا وممكن يتاذى خاصه من مملكه سيدونيا. المهم بعد فتره بيوصلوا للعاصمه وبيتفاجئوا انهم ما قابلوش اي وحوش في طريقهم، بس بيطلع ان فريق تاكومي خلصوا على كل الوحوش وفتحوا لهم الطريق. بنشوف بعدها بابك بيبلغ تاكومي ان هو هيقابل الملك كمان 5 ايام، وهو استشار حاكم المدينه ووصلوا ان احسن طريقه علشان يلفتوا بيها انتباه الملك هي صنع عربيه مبهره زي بتاعه تاكومي وتقديمها ليه، وعلشان كده لما يرجعوا للمدينه عايزه يصنعها، بس تاكومي بيقترح ان هو يصنعها هنا وده هيوفر عليهم مجهود نقلها، بس كل اللي محتاجه دلوقتي هو مكان علشان يصنعها فيه. فبيقول له ان في شركه عبيد قريبه من هنا عندهم المكان والادوات اللي هو هيحتاجها، واكيد مش هيرفضوا طلبهم لما يعرفوا انهم تبع الملك. بيروح بعدها تاكومي يبلغ ماريا وصوفيا باللي هيحصل، فبيستغلوا الفرصه وبيطلبوا منه ان هو يجيب شخص يساعده في الانتاج، وده لانه الفتره الاخيره كان شغال من غير ما يرتاح وده ممكن يرجع عليه بالسلب. تاكومي طبعا ما كانش عاوز بس مع اصرارهم بيسمع الكلام. بيروح بقى تاني يوم لشركه العبيد وبيطلب حد عنده قدرات سحريه، وفي الاثناء ديت بتكون ماريا وصوفيا في الحديقه وبيدوروا على كايري اللي اختفت فجاه، بس وقتها بيسمعوا صوت صراخ ولما بيروحوا ناحيته بيلاقوا ريفا اللي اترعبت اول لما شافت كايري، فبيساعدوها وبيعتذروا منها عن غلط صاحبتهم، وصوفيا بتعاتب كايري لانها لازم تاخد بالها اكتر من كده. وبيشوفوا كتاب مع ريفا وبيطلع ان هو كتاب خاص بالكيمياء، وبعد شويه بتروح للقاعه اللي فيها تاكومي وبيطلع انها المرشحه على حسب طلبه. بتتحمس جدا اول لما بتعرف ان هو ساحر متخصص في الكيمياء، بس بتخاف ان هو يرفضها زي الباقي وكده يعني مش هتقدر تساعد عيلتها. ساعتها صوفيا بتتدخل وبتقول ان الكتاب اللي معاها ده خاص بالكيمياء، وفعلا لما تاكومي بيشوفه بيعرف ان هو كتاب كويس جدا وبيفرح لما بيلاقي دماغها زي دماغه. بعدها بيطلع تعويذه من شنطته وبيطلب من ريفا تبص عليها، واول ما بتشوفها بتعرف انها تركيبه سحريه ليها علاقه يعني بصنع الحلويات، ولكن بتركز اكتر وبتحاول تحلل التعويذه لكنها بتفشل. بتبدا تعيط وخلاص فكرت ان تاكومي هيرفضها، لكنها بتتفاجئ ان هو بيمد لها ايده وقرر خلاص انه هيعمل عقد معاها، وكان في رايه انه كفايه انها عرفت نوع التعويذه وبتستخدم في ايه، وبيوعدها ان هو مع الوقت هيعلمها حاجات كتيره جدا في الكيمياء. بتفرح جدا وبتوعده انها تبذل قصارى جهدها علشان تساعده وتوصل لتوقعاته. وبعد ما العقد بيكتمل بيعرفها تاكومي انه هيديها اجر على مساعدته، وبيقول لها ان بالاجر ده ممكن تبقى حره بعدين، بس هي بتطلب منه يحول الفلوس ديت لعيلتها حتى لو هتفضل طول عمرها عبد عنده. ولكن بقى صوفيا بتاكد لها انها تكون مبسوطه بوجودها معاهم. بياخدوها وبيعرفوها على ماريا وكاري، والثلاثه بيكونوا متحمسين جدا ان هيكون عندهم صديقه جديده. حتى ريفا بتنبسط بالاجواء بتاعتهم. في الوقت ده عند مملكه سيدونيا بيوصل المبعوث للملك وبيبلغه ان مملكه باركولا رفضت التعاون معاهم وتسليم مستخدم سحر التطهير، وطبعا ده بيعصبه جدا وبيقرر ان هو يعلمهم الادب حتى لو استخدم بعض العنف. وبيؤمر المبعوث ان هو يجهز الفرسان، بس ساعتها بتيجي بنته اليزابيث وبتهديه وبتطلب منه يستنى شويه لانهم بعد فتره هيستدعوا الابطال لدولتهم ومش لازم ياخدوا اي خطوه متسرعه ممكن تضرهم بعدين. ولو انت ناسي يا صديقي فاحنا دلوقتي في الماضي قبل فتره من استدعاء الابطال، بس الملك بيكون عايز يعلمهم الادب واليزابيث هنا بتقول له سيب الموضوع ده عليا انا هتصرف. بنشوف بعدها تاني يوم تاكومي بيبدا في صناعه العربيه للملك، وبتكون ريفا واقفه بتساعده وبتبقى مبهوره من اللي بيعمله، فبيوعدها انها تقدر توصل المرحله ديت قريب. وبتعدي فتره واخيرا تاكومي بيخلص العربيه وبياخدها للقصر، بس مره واحده بيتفاجئ براجل جاي يساله اذا كانت العربيه ديت بتاعته، والراجل ده بيكون الملك نفسه، لكن تاكومي ما بيكونش عارفه. الملك بقى بينبهر بجمال العربيه وبيمدحه عليها، وتاكومي كان بيتكلم معاه عادي، بس لما بيعرف ان هو الملك بيتصدم صدمه عمره، وبيتفاجئ بقى ان الملك شخص متواضع للدرجه ديت ومش بيحب الرسميات. بعدها بيعرفوا الملك ان هو حب يقابله شخصيا ويشكره على اختراعاته، والاختراعات ديت انقذتهم من حاجات كتيره زي الريحه الوحشه والامراض والتكاليف الكتير، وبيكون عايز يعمل له حفله ضخمه بس قلقان ان ده ممكن يخليه في خطر، فبيكتفي ان هو بيديله شويه مكافآت حلوه، وبينبه على اتباعه ان المقابله اللي حصلت ديت تفضل سر. بيتحرك بعدها تاكومي وبيرجعوا للمدينه، وبالمكافاه اللي الملك اداها بيروح يشتري البيت اللي هو مأجره، ورسميا كده بقى عندهم بيت. بنروح بعد كده لكنيسه النور وهي الكنيسه الحاكمه لمملكه اسدونيا، واليزابيث كانت عضوه فيها. بيجي واحد من مساعدينها وبيجيب لها القطعه السحريه اللي بتستخدم سحر التطهير، والمشكله ان الكنيسه بتاعتهم بتعتبر
السحر ده محظور وشر، والشر ده في نظرهم هو تاكومي. بنرجع بعدها بقى وريفا بتطلب من تاكومي يسجلها في النقابه ضمن الفريق بتاعه، وده علشان تقدر تخرج معاه في المهمات. بعدها الموظف بيقترح عليه ان هو يدي اسم للفريق لانهم حاليا من اقوى الفرق في النقابه، بس تاكومي بيكون شايل الفكره من دماغه لانه اصلا ما كانش عايز يبقى مغامر، وكمان جسمه ضعيف. لكن في اللحظه ديت بيجي رئيس النقابه وبيقول له سيب المشكله ديت عليا، وبيحل المشكله عن طريق ان هو بيدربه او بالاصح بيعذبه، وبيقعد يضرب فيه علشان يختار اسم كويس للفريق. وكل ما يحاول تاكومي بيختار اسم مش بيعجبه، وبيفضل كده لحد ما بيتعب من ضربه فبيسيبه يمشي. ساعتها بطلنا بيطلب مساعدة باقي الفريق في اقتراح اسم عليه علشان ما يتضربش تاني، بس كل اقتراحاتهم بتكون سيئة. ولما بيطلب رأي صوفيا بتكون متعصبة من رئيس النقابة وبتكون رايحة علشان تخلص عليه علشان ضرب تاكومي، بس بطلنا بيوقفها وبيشرح لها ان هو كان بيدربه، وبسبب التدريب ده قدر يزود الاحصائيات بتاعته، بس لسه لحد دلوقتي ما اختاروش اسم للفريق. بنطلع للمستقبل بعد 10 شهور وبنشوف الابطال وهم بيتدربوا، ولسه لحد دلوقتي البنت دي رافضة تتدرب معاهم. بترجع لأوضتها وبتبدأ تدور في ماضي كنيسة النور وازاي تم إنشائها، وليه في اختلاف ما بينها وما بين كنيسة باركولا، وبتشك ساعتها إنه تم استدعائهم علشان ينقذوا العالم. بنرجع بعدين لتاكومي وبيكون في جلسة تدريب مع رئيس النقابة ولسه مش عارف يختار اسم كويس، وبيكون خايف إن صوفيا تتعصب على رئيس النقابة وتخلص عليه، بس بيتفاجئ بيها بتوجهه علشان يحسن دفاعه وبتتحول لمدربة هي كمان. بيخلصوا بعدها وبيدخلوا يستريحوا شوية، وساعتها رئيس النقابة بيقترح على تاكومي يطلع مهمة مرافق، ولو نجح فيها رتبته هتعلى، وفعلا بيوافق. وبنشوفهم يوم المهمة والوجهة بتاعتهم بتكون مدينة كليبوس، وبالصدفة الشخص اللي هيكون معاه هو مساعد بابك. بيتحركوا بقى والدنيا بتبقى تمام لحد ما بيوصلوا لقتال ما بين الوحوش. العفاريت بتقتل الذئاب بس بضربة رعد واحدة من قرن كاميليا بتخلص عليهم كلهم. بعدين بقى بيوصلوا بسلام للوجهة بتاعتهم. واكتر حاجة بتعجب تاكومي في المدينة ديت ان فيها جبنة ولبن، لانه من ساعة ما جه العالم ده ما دقهمش، فبيقرر ياخد منهم. ولما بيروح بيطبخ طبخة يابانية وبيدوق الفريق كله. بيكونوا طبعا معجبين بطعمهم جدا. بيسألهم بعدها بقى اذا كان في رز، فبتعرفوا صوفيا ان هو نادر في دولتهم بس بيتباع في العاصمة. وهنا تاكومي بيتصدم لانه لو كان عارف كان اشترى منه قبل ما يرجعوا من هناك. هو بيكون بطلنا بقى حاسس بالحنين للعالم القديم بتاعه، وبيسأل صوفيا اذا كانت طول ال50 سنة اللي فاتت فكرت ترجع لدولتها، فبترد انها كانت عايشة في اكتئاب تحت ظل اللعنة، بس من ساعة ما عرفته حست انها بقت حرة كأنها طائر بجناحات، وعلشان كده بتستمتع بالحاضر اكتر ما بتبص للماضي، وبتشكره لان ادالها جناحات تطير بيها بحرية في العالم ده. بيحس بقى تاكومي ان كلامها صح لانه هو كمان اخد جناحات من نولين علشان يعيش حياة جديدة، وساعتها بيقرر يسمي الفريق بتاعه أجنحة نولين، والكل طبعا بيعجب بالاسم ده. بيدخلوا بعدها البيت بس ساعتها تاكومي بيحس ان في غاز مخدر في الجو، وفعلا بيطلع في فخ. 2 ملثمين بيهددوه بالبنات اللي مش قادرين يتحركوا، وواحد منهم بيقرب من تاكومي علشان يقتله، بس في اللحظة ديت بتتدخل كاري وبتهاجم الخنجر بتاعه، وساعتها تاكومي بيستغل الفرصة وبيضربه هو وصاحبه. بيروح بعدها يستخدم سحر العلاج على البنات وبيشيل اثر المخدر، وبيتفاجئوا ان هو كان قادر يتحرك، فبيعرفهم ان هو عنده مقاومة للسموم هو وكاري. وبعد اللي حصل بيقرروا يبلغوا النقابة، وعلى طول بييجوا بياخدوا الملثمين وبيقبضوا عليهم. بعدها رئيس النقابة بيعرف تاكومي ان هو لازم يبلغ حاكم المدينة بسرعة لان الموضوع شكله كبير. وفعلا بعدها بنشوف بطلنا والباقي عند حاكم المدينة تاني يوم، وبيبلغهم ان المتسللين دول كانوا تبع كنيسة النور، وبيستنتجوا ان السبب هو مهارة التطهير بتاع تاكومي. بيبان بقى ان السبب بسيط، وبنعرف ان قبل كده كان لازم يحصل تطهير بشكل دوري لمياه المجاري في المدينة، ولانهم كانوا محتاجين سحر النور الخاص بالكنيسة ديت كانوا بيطالبوا بمبالغ ضخمة، ولما تاكومي عمل النظام بتاعه ده قفل لهم مصدر مال كبير جدا، وعلشان كده بيستهدفوه. بيفكر تاكومي بقى ان هو يروح يستخبى في اي دولة تانية، بس الحاكم بيعرفه ان الدولة ديت امن مكان ليه لانهم هيبعتوا له حراس يحموه، وبيكون عايز يسيب مهمات النقابه، بس الرئيس بيرفض لان فرقته من احسن 5 فرق، ولو عمل كده النقابه هتتضرر، ومش بيكون يعني قدام تاكومي اي خيار. بيروح بعدها بقى يسجل اسم الفريق الجديد في النقابه، بس الموظف اللي هناك بيحذره لان اللي حصل اتعرف، وكمان انتشرت اشاعات ان في على راسه مكافاه، وده ممكن يعرضه للخطر. في نفس اليوم بالليل بيعتذر تاكومي للفريق ان هو بيعرضهم للخطر، بس هم طبعا مش بيكونوا شايفين كده. بعدها بطلنا بيعرفهم ان هو عاوز يعمل دايره سحريه حوالين البيت لزياده الحمايه، لانه مش هيعتمد على فرسان الملك كتير، وفعلا بيفضل طول الليل يجهز في التعويذه اللي هيعملها. وتاني يوم بتيجي صوفيا وبتلاقي ريفا وتاكومي بداوا في تنفيذ التعويذه، وبيطلب منها تساعدهم. بيرسموا التركيبه بتاعتها على الواح معدنيه هيحطوها حوالين البيت، وفي نفس الوقت كانت كايري وكاميليا بيلعبوا مع وحش صخري، واللي هو كان تاكومي صنعه لكنه ما كانش كامل لان السحر التحكم بتاعه كان ضعيف. المهم ان بعدها تاكومي والباقي بيخلصوا رسم التركيبه بتاعت الدايره السحريه، وبطلنا
بيدمجهم مع بعض. بنروح بعدها بقى لمملكة سيدونيا، والملك بتجيله اخبار ان الفريق اللي اتبعت علشان يقتل تاكومي اتقبض عليه، وللاسف ما عرفوش ينتحروا اول لما اتقبض عليهم. وفي الغالب كده اتعرف ان كنيسة النور هي المسؤولة عن اللي حصل. بيعرف الملك كده ان اللعب بقى على المكشوف، وبيسأل المساعد بتاعه دايرة الاستدعاء هتكمل امتى، فبيرد عليه انهم محتاجين بالكتير 3 شهور من دلوقتي، وبعدها يقدروا يستدعوا الابطال. بنرجع بعدها بقى لتاكومي اللي حاليا بيحاول يعمل نواة تحكم للجولم علشان يحسنه، بس للاسف بيفشل لان سحر التحكم لسه ضعيف. ساعتها بتقترح عليهم كاري انهم يروضوا جولم اسهل من ده كله، وفعلا بيروحوا يسالوا صوفيا وبتعرفهم ان الغابه الغريبه ممكن يلاقوا فيها واحد منهم. تاني يوم بقى بيتحركوا لهناك، ولحسن الحظ بيلاقوا واحد، والمعروف انهم علشان يصطادوه لازم يصيبوا نواة التحكم بتاعته، بس ده معناه ان هو هيموت. طبعا تاكومي بيأمرهم يتجنبوا النواة بقدر الامكان، ولكن قبل ما يهجموا عليه بيوقفهم لانه حس بحاجه غريبه ناحيه الجولم ده، وكأن في رابط ما بينهم. وفعلا بيقرب منه وبيكتشف ان قوه نورين اللي معاه بتأثر على الجولم، وبينجح بسهوله ان هو يروضه. بيقرر بعدها انه يسميه تيتيان، والمفروض حاليا انهم ياخدوه ويروحوا علشان يحرس البيت، بس حجمه بيكون مشكله، وبيتفاجئوا مره واحده ان الجولم بيتفكك بيخلي حجمه صغير جدا. على الناحيه الثانيه في المستقبل بنروح لمكان تدريب الابطال، وكاري بتلاحظ ان شخصيه اكيرا وياماتو اتغيرت وبقوا مغرورين على عكس طبيعتهم القديمه، ده غير قوتهم اللي زادت لدرجه انهم قدروا يهزموا المدرب بتاعهم. بنرجع بعدها بقى لتاكومي اللي بيكون في الورشه بتاعته وبيصمم درع التيتيان علشان يزود قوته. بعدها بيجمع الفريق وبيصدمهم بخبر انه عاوز يكسر العقود بتاعتهم ويحررهم، لان الفتره الاخيره اتعرضوا لخطر كبير بسببه، وكان بيفكر في الموضوع ده من ساعه الهجوم اللي حصل. طبعا بيتصدموا لان عمرهم ما كانوا متوقعين ان تاكومي يطلب منهم حاجه زي دي. بيطلبوا منه يراجع قراره، بس هو بيفضل مصر على رايه. ساعتها ماريا مش بتستحمل وبترفع في وشه السلاح، بتقول له علشان تطردنا فاحسن انك تقتلنا. صوفيا بتهديها وبتسال تاكومي اذا كان القرار ده من قلبه فعلا، وبيطلع ان هو مش عايز يسيبهم ولكن خوفه عليهم غلبه. بس ماريا بتقول له ان الموت معاه بالحريه اللي اداها لهم احسن 100 مره ما يعيشوا الحاله القديمه بتاعتهم تاني، وبيفهم هنا انه كان غلطان وبيعتذر لهم على القرار المتسرع ده. وبعدها بترجع الميه لمجاريها من تاني. بيخرجوا بقى وتاكومي بيفعل الدايره السحريه على تيتيان، وبيكون الكل مبهور بيه، وكمان عمل له جسم عملاق يقدر تيتيان الصغير يندمج فيه ويفعله، وهو اكتر واحد بيكون مبسوط لان ده كان حلمه من وهو طفل. في الوقت ده بتكون نولين بتراقبهم، وبتيجي صديقتها وبتبلغها ان في مشكله، وهي انه بدا يظهر سحر شرير في مملكه سيدونيا، ونولين بتكون عامله حسابها لانها مش هتنفع هي تتدخل دلوقتي، وتاكومي هو الحل. والسحر الشديد ده بيكون هو دايره استدعاء الابطال اللي قربت تكتمل، وبنفهم هنا ان هي اللي استدعت تاكومي من البدايه، وكانت حاطه خطه علشان يمنعوا مملكه سيدونيا من الكارثه اللي عايزين يعملوها. بنروح بعدها لقريه على حدود مملكه باركولا، وبنشوف ان اهلها سايبينها وماشيين، وبيطلع ان السبب في كده هو فساد النبلاء اللي وصل القريه لمرحله فقر لدرجه ان اهلها مش قادرين يعيشوا فيها. بيبان البؤس الشديد في عيون الناس وكرههم للنبلاء اللي ما بقوش يثقوا فيهم. وبعدها بفتره بيكون حاكم بولتان عارف باللي حصل، وعلشان ما يترموش في الشارع قرر ان هو يستقبلهم، بس بيكون في مشكله، وهي انها قريه كامله وعددهم كبير، فبيقرروا يبنوا لهم بيوت يسكنوا فيها، ولكن للاسف قطعه الارض الوحيده المتاحه بتكون في الغابه، ومعروف ان الغابه مليانه وحوش. علشان كده قرر حاكم المدينه يطلب من تاكومي يساعده لانه اكيد هيكون عنده حل. تاكومي بيكون في الوقت ده عارف ان في ديماس في الغابه، فقرر يروحوا. بيوصلوا وبيبداوا يهزموا الوحوش اللي هناك واحد ورا الثاني، وبيكون الديماس مكون من طوابق، وعلشان معاهم تيتيان بيقدروا يخلصوهم بسرعه وبيوصلوا للطابق الاخير. بس مره واحده تاكومي بيدوس على واحد من الفخاخ، وكره صخريه بتجري وراهم، لكنهم بيهربوا منها في اخر لحظه. بيوصلوا بعدها لمكان الزعيم، واللي بيطلع انه عباره عن تنين ضخم من الرتبه اس، وبيبدا يهجم عليهم. فبيأمر تاكومي تيتيان وكايري يثبتوا ديله، وبعدها صوفيا بتهجم عليه بالسيف، وعلى طول الباب يهجموا بضربات سحريه. بيفكروا كده انهم هزموه، لكنه ما بيكونش اتأثر وبيستعد علشان يهجم هو. علشان كده تاكومي بيستدعي كاميليا وبيخليها تثبته، وبعدين بيرمي السيف بتاعه ببق التنين ده وبيمنع ضربته. اخيرا بيقدروا يخلصوا عليه، وبعدها بيظهر لهم صندوق كمكافأة انهم خلصوا الديماس، وبيلاقوا واحده من حراشف التنين، وكمان كاميليا بتتطور وقوتها بتزيد. بنشوف بعدها بقى حاكم المدينه بيستدعي تاكومي للقصر بتاعه، وبيفتح له موضوع القريه اللي هو عاوز يبنيها في الغابه. بيسالوا تاكومي عن السبب، فبيعرفوا ان في قريه اهلها اتشردوا، وهو سمع عن الحاجات اللي تاكومي عملها في قريه رود قبل ما يجي، ففكر ان هو ممكن يعني يساعده. بتحاول صوفيا تعترض لان حاليا تاكومي مستهدف وممكن يكون ده خطر عليه، لكن هو بيوقفها وبيوافق، وبيقرر ان هو يبني القريه، وده لانه بيفتكر اهل قريه رود واللي عملوه معاه اول لما وصل للعالم ده. وعلى طول من غير ما يضيع وقت بنشوفه رايح لهناك، واول حاجه عملها انه ظبط الاراضي اللي هيبني عليها،
عليها. بعدها بنى سور لحماية القرية وعمل مجرى مائي وصل لهم المية. بعدين بدأ في بناء البيوت والطرق وخلص كل القرية في 10 أيام بالظبط. بيؤمر صوفيا تروح تبلغ الحاكم ان القرية خلصت وجاهزة لاستقبال المواطنين. اول لما بيعرف مش بيكون مصدق السرعة اللي تاكومي يخلص بيها، وبيقرر بعدها يبعت اهل القرية مع قائد الحرس. بيكون اهل القرية فاكرين انهم هيتبهدلوا ويترموا في اي مكان زي ما تعودوا من النبلاء، بس بيتفاجئوا اول لما بيوصلوا للقرية وبيبقوا مبهورين بيها وبجمالها. صوفيا بتشوف واحدة من اهل القرية واقفة لوحدها فبتروح تتعرف عليها وبتعرف ان اسمها ماني وجوزها مات بسبب فساد النبلاء، علشان كده هي بتكرههم جدا. بتسألها صوفيا اذا كان عندها وظيفة تشتغل فيها، ولما بتعرف انها مش شغالة بتعرض عليها انها تكون خدامة في قصر تاكومي وبتطلب منها يعني تيجي تقابله. وفعلا بتروح لتاكومي وبيسمع قصتها من صوفيا وبيسألها اذا كانت عايزة تشتغل معاهم، لكن ماني بتكون متأثرة من كل اللي حصل ومش قادرة تثق في اي حد من النبلاء، فبترفض عرضه وبتعتذر له لانها مش واثقة فيه. تاكومي طبعا بيحترم قرارها وبيسيبها على راحتها. بتخرج ماني من عنده بتكون عارفة انها غلطت وكانت بتحاول تفرغ غضبها عليه، علشان كده قررت تسيب القرية وبتخرج للغابة. بس ساعتها بتسمع صوت وحوش بتقرب عليهم، وفي نفس الوقت كاري بتيجي تبلغ تاكومي ان في وحوش من الغابة بيهجموا على القرية. ولما اهل القرية بيسمعوا الخبر ده بيشكوا انهم جابوهم هنا علشان يواجهوا الوحوش، بس بعدها بيتفاجئوا ان تاكومي بيطلب من الحراس يرفعوا المتاريس اللي في المدخل ويقفلوا البوابة لان الوحوش مش هتقدر تعدي السور. ولكن للاسف ماني بتكون لسه بره، ولما بترجع بتلاقي البوابة اتقفلت. تاكومي لما بيعرف انها مش موجوده بيقرر يخرج علشان ينقذها. الوحوش بقى بتكون خلاص وصلت لماني ولسه هتهجم عليها، بس بوم بيظهر تاكومي وبيلحقها. بعدها بيخلص على الوحوش بكل سهوله. بتقول له ماني ان لسه في وحوش في الغابه خطيره، ولكن بيطلع ان صوفيا والباقي خلصوا عليهم. بتلاحظ ماني بقى ان هو اتجرح لما كان بيساعدها فبتربط له الجرح وبتشكره علشان انقذها، وبتحس في اللحظه ديت انها ظلمته لما حكمت عليه لانه مختلف عن كل النبلاء اللي هي تعرفهم. وبتساله اذا كان عرض الخادمه لسه متاح، فلما بيقول لها متاح بتوافق تشتغل معاهم. وطبعا تاكومي وباقي الفريق بيرحبوا بيها وبيكونوا مبسوطين جدا. بس الاوقات السعيده مش بتدوم، لان اخبار القريه الجديده اللي اتبنت على الحدود بتوصل لملك سيدونيا، وبيعرف كمان ان تاكومي له علاقه بالموضوع. بتجيله بعدها اليزابيث وبتبشره ان الدايره السحريه اكتملت، خلاص هيبداوا الاستدعاء. ولما التعويذه بتتفعل قوه سحريه ضخمه بتظهر وبتهز القاره بحالها. حتى تاكومي بيحس بيها وبقوتها المشؤومه، وبيفتكر في اللحظه ديت ان عدى سنه من وجوده في العالم ده، وده معناه ان الابطال تم استدعائهم، واكيد ده هو سبب القوه المشؤومه ديت. بيعدي بعدها 3 شهور ونولين بتكون بتراقب الوضع، وبتتفاجئ ان الابطال في ال3 شهور بس وصلوا لقوه مغامر من الرتبه الف، وعلشان كده كانت متاكده ان مملكه سيدونيا هتتحرك قريب. وفعلا اليزابيث في الوقت ده بتكون مجمعه الابطال وبتعرفهم ان جه الوقت اللي هيزوروا قوتهم لباقي الممالك، وده عن طريق انهم هيبعتوا الابطال في رحله حوالين القاره علشان يوضحوا للكل انهم الاقوى بما ان عندهم الابطال. اكيرا وياماتو بيكونوا متحمسين وبيتفاجئوا ان اكاني وافقت تيجي معاهم. بنرجع بعدها لتاكومي والقريه وبنشوف ان القريه اتطورت جدا، وده علشان فتحت الطريق للتجاره وقرروا يسموها قريه فورت. في الوقت ده بتكون صوفيا في مهمه لقتل الوحوش اللي في الغابه، لكنها بتلاحظ ان قوه الوحوش بتزداد فتره عن فتره، وكمان في وحوش جديده بتظهر. ولما بتروح تبلغ تاكومي بيستنتج ان اللي حصل ده بسبب القوه اللي ظهرت قبل 3 شهور. وفي نفس اليوم بيجي قائد الحراس وبيبلغ تاكومي عن الاشاعات الجديده اللي ظهرت، وهي ان مملكه سيدونيا ظهر فيها الابطال من حوالي 3 شهور. وهنا بيتاكد بطلنا ان الطاقه اللي ظهرت كانت بسبب تعويذه الاستدعاء، وكانوا طبعا فاكرين ان ديت حاجه كويسه لان ظهور الابطال معناه ان الاوضاع هتتحسن. بس تاكومي بيكون عارف الحقيقه، وهي ان مملكه سيدونيا استدعتهم بسحر محرم وهدفهم اكيد مش كويس. وفي نفس الوقت ده بيكون ملك سيدونيا بيودع الابطال اللي بيتحركوا علشان يبداوا رحلتهم. وفي الوقت ده وبعد فتره تاكومي كان رايح لمدينه بولتان، وهو في النقابه بيعرفوا الموظف ان في مهمه حراسه لشركه بابك هتروح للعاصمه وطالبينك انت بالذات. وطبعا تاكومي بيوافق. وفي نفس الوقت ده بيكون الابطال وصلوا في رحلتهم للعاصمه هم كمان، وبنشوف كاني معاهم وبتدور على فرصه للهروب، وبتحس بمهاره المعرفه بتاعتها ان الفرصه هتجيلها في العاصمه. وبنشوف بعدها تاكومي اللي وصل لنقابه العاصمه بعد ما خلص المهمه بتاعته، واثناء ما هم هناك بيدخل الابطال واللي على طول بسبب شخصيتهم المغروره بيعملوا مشاكل وبيضربوا الناس اللي في المكان. بياخدوا بالهم بعدها من صوفيا وانها من الالف، فبيطلبوا من تاكومي ان هو يبيعها. طبعا هو بيرفض من غير ما يبص لهم حتى، وبيحسوا كده ان كبريائهم اتكسر
اكتر، فبيقرروا يهجموا عليه. ودي كانت غلطة عمرهم يا صديقي، لان تاكومي مش بيستنى وبيتحرك على طول ناحية اول واحد وبيكسر السيف بتاعه، بيروح للتاني وبيديله واحدة سوبلكس تجيبه الارض. بعدها بيحاولوا ياخدوا حقهم، بس بيكتشفوا ان كل اللي في المكان كارههم وهم دلوقتي من غير اسلحة، يعني لو عملوا اي حاجة هياخدوا علقة موت. فبيقرروا ينسحبوا من المكان وبيهددوا انهم هيرجعوا له. بتيجي كاني بقى وبتعتذر له على اللي حصل، بس هو بيقول لها عادي مفيش مشكلة. بتتصدم بعدها بقى البنت لما بتعرف اسمه، لانه اسم ياباني. وقبل ما بتتكلم بيوقفها تاكومي وبيقول لها بصوت واطي تيجي وتقابله هو هيفهمها، وبيديها بعدها العنوان. وبتعرف بمهاراتها ان ده هو الشخص اللي هيساعدها. وفعلا في نفس اليوم بالليل بتحاول تهرب، ولكن الحراس بيشوفوها وبيروحوا علشان يرجعوها من الطريق. لكن صوفيا بتظهر وبتساعدها وبتوصلها لتاكومي، وهناك بتساله على طول اذا كان هو شخص ياباني زيها. بيرد عليها وبيقول لها ان معاها حق، وانه فعلا ياباني وسبب وجوده هنا مرتبط بيها هي والابطال. صوفيا والباقي بيكونوا مش فاهمين هو بيتكلم عن ايه، فبيقرر يعترف لهم بالحقيقه، وهي انه من عالم تاني. وبيحكي لهم قصته من البدايه من اول ما قابل نولين لحد دلوقتي. والغريب انهم بيفهموا الوضع وبيتقبلوه بسهوله. بتساله كاري بقى اذا كان عارف هدف مملكه اسدونيا من استدعائهم، فبيفكر تاكومي ان المملكه ديت عايزين يعملوا حرب، ووجود الابطال معاهم هيزود النفوذ بتاعهم على باقي الدول. هم شخصيا مش هيأثروا قوي في القتال، لكن تأثيرهم على الناس هيكون كبير. بيسألها بعدها بقى عن اكيرا وياماتو، فبتحكي لهم ان شخصيتهم ما كانتش كده في البدايه، ولكن مع الوقت اتغيروا وبقوا بالشكل ده. وبتكون شاكه ان اليزابيث كانت بتحط لهم حاجات في الاكل علشان تتحكم في عقولهم، وعلشان كده هي كانت بتستخدم سحر التطهير على اي حاجه قبل ما تاكلها. وبتطلب من تاكومي بعد كده يساعدها هي ولولو، وطبعا تاكومي بيوافق. واول حاجه بيعملها انه بيفك العقد على رقبه لولو زي ما طلبت منه، لانها مش عايزاها تبقى عبده. لكن لولو بتكون خايفه ان كانت تتخلى عنها، بس البنت بتهديها وتطمنها ان عمرها ما هتسيبها، وهي عايزاها تفضل جنبها كصديقه مش خادمه. بيعرفهم بعدها تاكومي انهم يروحوا للبيت بتاعه في بولتان علشان يبعدوا عن العاصمه باسرع وقت ممكن. وبعدها ماريا بتقدم لهم اكل، وبيكون الاكل ياباني اللي تاكومي عمله قبل كده. بتتفاجئ كاني اول لما بتشوفه، ولما بتاكل منه بتبدا تعيط من الفرحه. تاكومي بقى بيكون هو الوحيد اللي فاهم الاحساس بتاعها وفرحان جدا من مشاعرها. على الناحيه الثانيه عند قريه فورت، الحارس اللي بيحرس السور بيتفاجئ بمنظر مرعب جاي من الغابه، واللي هو وحوش كتيره جدا بتهجم عليهم مره واحده. على الناحيه الثانيه تاكومي والباقي بيوصلوا اخيرا لبولتان، وبيجمعهم في الورشه بتاعته وبيبلغهم تاني انه قرر يكسر العقود بتاعتهم. بيخافوا ان هو يكون رجع في كلامه وقرر يتخلى عنهم تاني، بس هو بيطمنهم انهم هيفضلوا مع بعض، لكنه حابب تكون الرابطه ما بينهم اقوى من رابطه العقود واللي هي رابطه العيله. وفعلا بيكسر العقد وبيكونوا فرحانين جدا. لكن مره واحده بيجي انذار طارئ من النقابه لكل المغامرين انهم لازم يجوا فورا. وقتها تاكومي بيفهم ان اكيد في كارثه، وعلى طول بيتحركوا على النقابه، وهناك بيلاقوا فريق ناب الاسد. بيعرفهم رئيس النقابه ان في هجوم كبير من وحوش الغابه على قريه فورت، وعلشان كده استدعوا كل المغامرين. بس للاسف اغلبهم بيكون في مهمات بره المدينه، ومش بيكون فيه غير 3 فرق بس لحسن الحظ الفرق الثلاثه دول اقوياء جدا، واللي هم اجنحه مولين وناب الاسد. اما الفريق الثالث فهو الورده القرمزيه تحت قياده ميريلدا، اللي بتيجي وبتعرف بنفسها هي وفريقها على فريق تاكومي. وبيقرروا ما يضيعوش وقت وبيتحركوا على طول في العربيه بتاعته، وبيكونوا مطمنين لان السرعه عاليه واكيد الوحوش مش هتعرف تدخل القريه. لكن لما بيوصلوا بيتفاجئوا ان في وحوش مجنحه كتير جدا، فبيتحركوا على طول وبيبداوا يخلصوا على كل الوحوش اللي قدامهم. لما بيشوف الجنود انهم وصلوا بيفتحوا لهم باب القريه وبيدخلوا يخلصوا على كل الوحوش اللي جوه. تاكومي بعدها بيطلب من ريفا وماريا يعالجوا كل المصابين، وبياخد هو صوفيا وبيخرجوا يساعدوا الباقي في قتل الوحوش اللي بره. بس لما بيوصلوا بيتفاجئوا ان الوحوش كلها بدات ترجع للغابه من تاني، وبيعرفهم الحارس اللي هناك ان الوحوش ما كانتش بتهجم غير في وقت الراحه. ولما بيكونوا مستعدين بيتراجعوا، وبيفهموا هنا ان في قائد للوحوش ديت. وبيستنتج تاكومي ان ممكن يكون حصل تطور لواحد من الوحوش بسبب تشوه المانا اللي كان مع تعويذه استدعاء الابطال. وبيعرف الكل ان الموضوع اكبر مما كانوا متخيلين. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ملك سيدونيا بتوصله الاخبار وان في وحوش هجمت قريه فورت، وبيقول له المساعد بتاعه ان لو الوحوش نجحت توقع الحصن وتدخل اكيد مملكه باركولا هتتاثر جدا. الملك بقى بتعجبه الفكره وبيقرر يبعت جنود هناك تساعد الوحوش في اللي بتعمله. بس اليزابيث بتتدخل وبتقول ان عندها فكره احسن، وهي انهم يستغلوا الانشغال بتاعها ويهجموا على دوله تانية، وده علشان لما الحرب تقوم ما بينهم ما يساعدهمش بالامدادات. وقررت انها تبعت الابطال هناك. بنرجع بعدها بقى للقريه، وصوفيا بتكون متضايقه من تاكومي لانه عمال يوزع جرعات العلاج على المصابين بالرغم ان ما عندهمش كتير منها، واكيد الوحوش هتهجم تاني ومحدش عارف ايه اللي هيحصل. بتروح بقى تحاول تقنعه يحتفظ بشويه جرعات، لكنه بيرفض وبيكمل علاج للمصابين. فقالت في نفسها انها تبذل كل مجهودها علشان تساعده. بعد شويه الوحوش بتهجم من تاني، ولكن بعدد اكبر بكتير.
بيجهز الكل للقتال، ولكن المرة دي بيكونوا حاطين خطة، وهي انهم هيهجموا بالسحر في البداية علشان يضعفوهم وبعدها يخلصوا على الباقي. وفعلا بينجحوا بيقتلوا عدد كبير من الوحوش ديت، وكالعادة الوحوش بتتراجع، بس بعدها بيظهر الملك بتاعهم واللي هو تنين ضخم براسين. بيهجم على صوفيا لانها كانت في المقدمة وبيرميها لبعيد، وبيحاول يهجم عليها تاني بس تاكومي بيلحقها، لكن البنت مش بتستسلم وبترجع تحاول تستفز التنين وبتخليه يجري وراها. المرة دي التنين بيهجم وبيصيبها، وتاكومي بيخاف عليها جدا وبيهجم هو والباقي على التنين. بعدها صوفيا بترمي له السيف بتاعها وبيجهز عليه تعويذة قوية وبيقدر يقطع راس التنين ده. اخيرا بقى بيروح يطمن على صوفيا وبيعالج جراحها، وبيسألها هي كانت متهورة ليه في القتال، فبترد انها كانت عايزة تحميه، بس هو بيلومها علشان عملت كده لانها كانت ممكن تموت. وبيطمن بعدها من الباقي ان كل الوحوش انسحبت لما القائد بتاعهم اتقتل، وبعدين بيغمى عليه لانه استخدم كل قوته، فبياخدوه للبيت علشان يرتاح. وبعد فترة بيصحى وبيكون كويس، وبيتحركوا على مدينة بولتان. على الناحية التانية الابطال بيروحوا مملكة سمندور، وبيروحوا لواحدة من القرى وبيخلصوا على اهلها كبار وصغيرين من غير اي ذرة رحمة. بنرجع احنا بقى لتاكومي والفريق، وبيكونوا عاملين حفلة علشان الانجاز اللي عملوه، بس بيلاحظوا ان صوفيا زعلانة وقاعدة لوحدها، فبيروح تاكومي يقعد جنبها وبيكون عارف انها زعلانة لانه زعق لها في المعركة، فبيعتذر وبيفهمها انه عمل كده لانه كان قلقان عليها ومش عايزها تضحي بنفسها لانه مش هيعرف يكمل حياته من غيرها. فبتفرح صوفيا بكلامه جدا وبتعرفه انها ما عادتش زعلانة خلاص، لا ده هتفضل جنبك للابد. تاني يوم بقى بطلنا بياخد كيني ولولو وبيروح لحاكم المدينة وبيحكي له القصة بتاعتهم، بياخد اذنه كمان انهم يفضلوا في المدينة وفعلا بيوافق. بيحكي له بعدها الحاكم عن المذبحة اللي حصلت في سمندور على ايد الابطال اللي جم، وبتتصدم كاني وبتلوم نفسها لانها لو كانت معاهم كان ممكن تمنعهم، بس تاكومي بيهديها وبيأكد لها ان ده مش ذنبها. بعدها بيروح يقابل نولين وبيسألها هل كان خطتها من البداية انها تخليه يواجه الابطال، فبترد عليه ان الموضوع راجع له هو، وهو اللي هيقرر يعمل ايه. وبيكون قرار تاكومي انه يعمل اي حاجة علشان يحمي الناس الغاليين عليه. وبيشكر بعدها نولين لانها استدعته وخلته يعيش حياة جميلة زي ديت، وبيدي لها هدية كشكر، وبتكون مبسوطة بيها جدا. بتقول في نفسها ان الرحلة لسه طويلة يا تاكومي، ومن اللي هي شايفاه في المستقبل انت امل العالم ده، لازم تطور من نفسك اكتر علشان تبقى الكيميائي الاعظم. ولحد هنا بيخلص الموسم الاول من حكاية بطلنا تاكومي. اول لما الموسم الثاني ينزل هعمله لكم باذن الله، فما تنساش بقى في نهاية الفيديو تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولو ما عملتش لايك واشتراك فانزل واشترك، ويلا سلام سلام سلام.